لو عندك كيكة بايتة اوعي ترميها، تعالي نعمل دستة جاتوه بالكيكة البايتة. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله شكلها تحفة، بألف هنا وشفا، غرقانة وبتبظ وبتلز من الشوكولاتة او من صوص الشوكولاتة. بصوا يا جماعة بسم الله ما شاء الله، تحفة خطيرة جدا جدا. وكل الجمال دوت عملناه بالكيكة البايتة. تعالوا نعمل ونشوف عملناها ازاي بكل الجمال والطعامة دي. كان عندي كيك بايت كنت شايلاه في الفريزر، طلعته فرمته في الكبة، بعد كده حطيت عليه لبن وحطيت عليه زبدة ودمجته كده لحد ما اداني زي الرملة المبلولة. بسم الله ما شاء الله شكله تحفة وجميل جدا. بعد كده جبت القالب بتاع الانجليش كيك وحطيت فيه الاسترتش راب وفردت كده الكيكة بتاعتي او الخليط بتاع الكيكة بتاعتي وفردت في الاجناب. وبعد كده حطيت صوص الشوكولاتة، كان عندي صوص شوكولاتة او باديلو النوتيلا، مليته كده في قلب المنتصف بتاع القالب. وبعد كده هحط كيكة تاني زي ما انتم شايفين كده واسويها، وبعد كده اقفل عليها الاسترتش راب واحطها في الفريزر شوية بتاع نص ساعة او في التلاجة بتاع ساعة. وبعد كده هنقلبها ونزينها بصوص الشوكولاتة او بديل النوتيلا، الشوكولاتة البيضة او الشوكولاتة الدارك. بسم الله ما شاء الله تحفة، الوصفة جميلة جدا جدا. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا اللايك وتعملوا الشير والاشتراك في القناة وتكتبوا لي كومنت حلو، واتمنى انكم تشوفوا الفيديو كامل على مطبخ كنوز سماح على اليوتيوب. بسم الله ما شاء الله الوصفة سهلة وبسيطة وتحفة، بألف هنا وشفا زي ما انتم شايفين كده. مع السلامة.